الحكاية دي بدأت من لا شيء، من قبيلة صغيرة في وسط خرايط محدش ياخد باله منها، قبيلة صغيرة اسمها قاي من الأتراك الأوغوز. ما كانش عندهم أي حاجة تقريبا، لكن المغول كانوا بدأوا يهاجموا بلادهم سنة 1206، فقرروا إنهم يسيبوا وسط آسيا ويهربوا للأناضول. وفعلا اتحركت القبيلة بقيادة زعيمهم أرطغرل ابن سليمان شاه، مش معاهم إلا سيوفهم وخيامهم وإيمانهم بالله. في الطريق شافوا معركة دايرة بين جيشين، فاتدخل أرطغرل هو وجنوده علشان يساعدوا الجيش المهزوم. لكن لحسن حظ أرطغرل إن الجيش المهزوم ده كان جيش السلطان علاء الدين قيقباد الأول، سلطان سلاجقة الروم. والسلاجقة دول كانت دولة إسلامية تركية عظيمة، اتقسمت لأكتر من دولة بعد وفاة السلطان ملك شاه. المهم إن السلطان علاء الدين أعجب بشجاعة أرطغرل وقرر إنه يكافئه، فاداله حتة أرض على حدود الدولة البيزنطية أو اللي هي تركيا دلوقتي، وقال له الأرض دي بتاعتك أنت وعيالك، احميها واحكمها براحتك وأنا مش عايز منك حاجة. ومش بس كده، ده كمان الأراضي اللي هتفتحها بتاعتك. وبكده أرطغرل اتحول من شيخ قبيلة كل شغلها راعي الأغنام لقائد في دولة سلاجقة الروم. وأرطغرل ما ضيعش وقت وبدأ يضم القرى واحدة ورا التانية لحكمه، لحد ما قدر في يوم من الأيام إنه يفتح مدينة إسكي شهر، ودي كانت أهم مدينة فتحها أرطغرل في حياته. وفي سنة 1258 وتحديدا يوم 13 فبراير اتولد عثمان بن أرطغرل بطل قصتنا النهاردة، وهو نفس اليوم اللي سقطت فيه الدولة العباسية على إيد المغول. عثمان اتولد في مدينة اسكود أو سوجوت، وهو أصغر أبناء أرطغرل الثلاثة. وهو صغير أبوه اهتم بتعليمه وتعلم كمان المصارعة ومسك السيف وركوب الخيل. واهتم أرطغرل بتعليم ابنه مبادئ الدين الإسلامي، وكان منتظم على دروس الشيخ الصوفي إيدا بالي. عثمان كان بيحب الشيخ بتاعه جدا وكان بينام عنده في البيت. وفي يوم من الأيام نام عثمان وحلم حلم غريب جدا، وهو إنه بيطلع من صدره هلال، والهلال ده بقى شجرة كبيرة، وفروع الشجرة دي ظللت على العالم كله، وكان تحت منها 3 جبال، وبيخرج منها نهر النيل ودجلة والفرات والدانوب. فراح عثمان للشيخ إيدا بالي وقال له الحلم. فالشيخ قال له يا ابني انت هتبقى ملك وهيجي من نسلك ملوك يحكم الأرض بعدلك. وبعد وفاة أرطغرل اتولى عثمان مكانه وبقى قائد في الجيش السلجوقي، وبقى هو قائد عشيرة قاي. وبتحكي بعض المصادر التاريخية ان عثمان ما كانش الأحق بزعامة العشيرة، وان في صراع حصل بينه وبين عمه دندار قلب، لكن عثمان قتله. وبدأ عثمان يهاجم مدن البيزنطيين وضم مدينة إناكول لحكمه، وبعدها مدينة كوراجاك حصار، ودي كانت أهم مدينة فتحها عثمان في الوقت ده. لكن سلطنة السلاجقة كانت بتضعف، وده اللي خلى عثمان يستقل بحكمه